القوضة خوتي كي تكون في بلادك وما تديش كأس إفريقيا، دير الكواليس، دير كلش، تستفز الشعوب اللي جاتك، تستفز كيما نقولوا الجماهير اللي جاتك، دير كلش، دير الكولاسات، تشري لي زربيتر، وما تديش كأس إفريقيا في بلادك. مارغري عندك كأس إفريقيا من عهد الديناصورات، يعني من السبعينات يا خوتي. تيماجيناها ما تديش كأس إفريقيا وتديها لك السنغال للمرة التالية على التوالي. الجزائر عندها زوز، تونس عندها وحده جديده في 2004، زيد السنغال عندها زوز، مصر عندها 7، يعني غير المروك صليه في وقته. يا خوتي احنا دوك نشوفوا في المغرب، لانهم احنا كجزائريين يا خوتي تعرضوا لنا ومارسوا ضدنا العنصريه، استفزونا بكل الطرق. على ديك خرجنا احتفلنا ومن حقنا. المصريين كي تقول لي اول مصريين خرجوا احتفلوا، المصريين تاني حسام حسن والفريق المصري تعرض الى تهجم كبير، فهمتيني، من الصحافة ومن التنظيم ومن كلش. زين التوانسة تعرف مقسومين، نصهم مع المروك ونصهم خرج البارح يحتفل. يعني مع المروكش كيما الشوالي شفتوا البارح يعلق اخوتي، تقول تونس اللي قاعدة تلعب مارغري وش اسمه جواد بده هذاك يصح قاعد يعلق على فريق بلاده مارغري بلاده وفي الفينال وما علقش كيما الشوالي. يعني هنا الشوالي يا خفتي سامحوني يا التوانسه مع كل احتراماتي ليكم، الشوالي زاد لها البارح بالحيس، وهذا الحيس يلحس فيه مش نورمال. ما علينا، كل واحد حر في نفسه، تشجع اللي تحبه. بصح انا دوك حابين نفهموا هواها المروك ما داش كوب دافريك في بلاده، طاحوا في السنغال كاليبر خشين، دوها لعب دوها قوه كما تحبوا انتم تقولوا. شتي كون جينا حنا الجزائريين نهار ضربه نيجيري درنا كيما كاكا خرجنا، سينو دوك يقد روحوا الاربيتر، فهمتوا. حنا لا بقي نكون خرجنا يمدها لنا بيلونتي، حنا لا قاعدين ساكتين نتفرجوا. ما فهمتش انا خافتي ما تنساوش ابوني وجيمو بارطاج. بعض المغاربه خافتي حاطين الصوره ديك شغل جابدين رواحهم وحدهم وحاطين العلامات تاع الدول العربيه والافريقيه، وقال لك عواه الناس الكل تكرهنا. شوف خويا، هذه كره القدم والتنمر على الناس الكل. درك انتم بار اكزومبل طايحين انكم ابطال، انتم قويين راح تديوها سيبو. انا ود من الناس حطيتكم راح تديوها، بصح عندي الثقه في السنغال خرجتكم. قول لي اواه لعبت تونس، خرجت تونس الناس كل تنمرت عليها، خرجت ما الجزائر الناس كل تنمرت عليها، خرجت مصر مم انتم تنمرتوا والناس كل تنمرت عليها. يعني وش هو كيما تخرجوش انتم تحبوا الناس كي شغل ما تنمرش عليك، تتنمر عليك كيما تنمرتوا على الناس مع الناس، كيما تنمرتوا على الجزائر وكيما تنمرتوا على تونس ومصر والناس كل، فهمتي. يعني كي شغل كي تجي دالت كيما تلعبوها تتمسكنوا، فهمتوا، متمسكنوا ما والو انكيسي. كنتي راجل وشجاع وقفتي في وجوهنا ونديوها ومشي تروحوا وكذا ولهي وحطيتي روحك انت بطل قومي. طب جدالتك تقبل. نقول لكم واش ديروا وانا مغاربه، طفيوا الكونيكسيون كش من نهار ولا نهارين حتى تعدي الحمله هذه ومن بعد ارجعوا، لانه الحمله هذاكم ما صعيبه شوي. توانسه خرجوا صح، درنا عليهم كل الدول العربيه كل درت عليهم حمله وضحكنا. المصريين الجزائريين كيف، لانه واحد ربع نهائي واحد نفس في نهائي، انتم من لا فينال اخويا وفي بلادكم صعيبه شوي. ما انا خاوتي يضربوا النح شويه حتى سمانه ولا وش كان وارجعوا. طفيو كونيكسيون نصحكم. خوتي ما تنساوش ابوني وجيمو بارطاج. اللقطة التي لم يشاهدها أحد في نهائي المغرب والسنغال خلال نهائي جمع بين المنتخبين المغربي والسنغالي، التقطت عدسات الكاميرا مشهدا أثار تساؤلات المتابعين، حيث ظهر شخص من الطاقم المرافق للمنتخب السنغالي يقف بجوار مرمى الحارس إدوار مندي، وهو يحمل منديلا أزرق اللون في يده. اللافت في المشهد أن هذا الشخص ظل متواجدا قرب المرمى لفترة طويلة من المباراة، في منطقة يفترض وفق القوانين أن تكون خالية من أي أفراد غير اللاعبين والحكام، وهو ما أثار استغراب الجماهير والمتابعين. قام الشخص بتسليم المنديل إلى الحارس مندي، الذي قام بحركة سريعة قبل أن يعاد المنديل مجددا إلى الشخص نفسه دون أي توضيح رسمي لما جرى. وعند مطالبته بمغادرة المكان أو تسليم المنديل رفض ذلك وغادر مسرعا دون تقديم أي تفسير واضح، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول طبيعة المنديل ومحتواه، خاصة بالنظر إلى حساسية المباراة وأهميتها